أول ما بتيجي سيرة مثلث برمودا بنفتكر حكايات الرعب والغموض والحوادث الكتيرة المرتبطة بالمكان ده، لدرجة إن المنطقة دي اتسمت بمثلث الشيطان بسبب حالات الاختفاء والكوارث اللي حصلت فيها. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا لغز مثلث برمودا. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. مثلث برمودا أو كما يطلق عليه مثلث الشيطان هو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، طول كل ضلع فيه حوالي 1500 كيلومتر، ومساحته الكلية حوالي مليون كيلومتر مربع، يعني مساحته زي مساحة مصر بالظبط. مكانه بيقع في المحيط الأطلسي بين جزر برمودا وبورتوريكو وفورت لادرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية. وبيعتبر مثلث برمودا أخ شقيق لمثلث التنين أو بحر الشيطان اللي موجود عند اليابان. ورغم حدوث حالات اختفاء غامضة برضه في المثلث ده، إلا إنه مش مشهور زي مثلث برمودا. بداية شهرة مثلث برمودا كانت في 16 سبتمبر 1950 على يد الصحفي إدوارد جونز، لما نشر مقالة في مجلة أسوشيتد بريس بيتكلم عن حادثة اختفاء سفينة الشحن ساندرا اللي أبحرت من ميامي فلوريدا على متنها طاقم بيتكون من 12 فرد، واختفت تماما لما عدت على منطقة مثلث برمودا. ورغم حملات البحث الكتير اللي خرجت على أمل إنها تلاقي أي أثر للسفينة ساندرا، إلا إنهم ملقوش ليها أي أثر تماما. بعد سنتين من الحادثة دي، يعني في سنة 1952، نشر الصحفي جورج ساند مقال بعنوان لغز في البحر عند بابنا الخلفي في مجلة فيت. وكانت المقالة دي بتتكلم عن فقدان الكتير من الطيارات والمراكب، وكانت هي المقالة الأولى اللي اتكلمت بالتفصيل عن الحوادث وعن منطقة مثلث برمودا، وذكرت حادثة ضياع الرحلة 19. والرحلة 19 هي حادثة اختفاء مشهورة لطائرات حربية أمريكية، وحسب التقارير فإن 5 قاذفات قنابل للبحرية الأمريكية اختفت بشكل غامض في منطقة مثلث برمودا بعد ما طلعوا رحلة تدريبية روتينية جدا. واختفى بعدهم على طول طيارة تانية أرسلت للبحث عنهم، لتصبح خسائر حادثة الرحلة 19 عبارة عن 6 طائرات و27 رجل اختفوا تماما بدون أثر. جت مجلة أمريكان ليجن في أبريل 1962 نشرت مقال عن حادث ضياع الرحلة 19، وقالوا وقتها إن قائد الرحلة ظهر له تسجيل بيقول فيه: نحن ندخل مياه بيضاء، لا شيء يبدو جيدا، نحن لا نعرف أين نحن، المياه أصبحت خضراء لا بيضاء. وانقطع الاتصال بعدها. واتقال برضو إن قادة الرحلة 19 بعتتهم الحكومة للمريخ في مهمة سرية. في مقالة جورج ساند الأولى سنة 1952 كان بيقترح إن الحوادث اللي بتحصل في المنطقة دي متعلقة بظواهر خارقة للطبيعة. وفي فبراير 1964 كتب الصحفي فينسنت جيدس في مجلة أرجوسي مقال بعنوان مثلث برمودا القاتل، بيتكلم فيها عن إن الرحلة 19 والاختفاءات التانية كانت جزء من حوادث غريبة وخارقة للطبيعة في منطقة مثلث برمودا. وفي سنة 1965 أصدر جيدس كتاب بعنوان آفاق غير مرئية بيتكلم فيه عن نفس الموضوع. بعد كده ظهر باحث في جامعة أريزونا اسمه لاري كوش، وهو مؤلف كتاب لغز مثلث برمودا الحل. وقال في كتابه إن بعد البحث لقى إن كتير جدا من ادعاءات فينسنت جيدس والكتاب التانيين كلها مبالغات ومشكوك في صحتها وغير مؤكدة. وكشف بحث لاري كوش عن كتير جدا من المغالطات والتناقضات والمعلومات اللي تعمد الكتاب إخفائها، زي مثلا إن كتير جدا من الحوادث المذكورة حدثت بره المثلث أو بعيد عنه لمجرد خلق الوهم والسبق الصحفي. ومن أهم نقاط بحث كوش إن عدد السفن والطائرات اللي ضاعت في المنطقة دي ما يختلفش عن الطبيعي زي أي منطقة تانية، خصوصا إنها منطقة عواصف استوائية. وإن جزء كبير من المعلومات اللي ذكروها كانت مغلوطة ومبالغ فيها، وإن الأسطورة دي كلها مصطنعة عن طريق الكتاب. التقرير المهم بقى هو إحصائيات شركة لويدز لندن لسجلات الحوادث، واللي اتنشر في مجلة فيت سنة 1975. وكان بيقول إن مثلث برمودا هو موقع لا يمثل خطر أكبر من أي جزء تاني في المحيط الأطلسي وباقي المحيطات، وإن عدد الحوادث اللي حصلت في المنطقة دي مش غريبة مقارنة بأي مكان تاني. وأكدت سجلات خفر السواحل الأمريكية المعلومات اللي موجودة في التقرير ده، ومن ساعتها ما ظهرتش أي معلومات بتنفي الإحصائيات دي أو بتنكرها. اقترح البعض تفسير للحوادث دي راجع للظواهر الغير طبيعية،
زي مثلا إن جزيرة أطلانتس المفقودة موجودة في قاع المحيط داخل منطقة المثلث، وهي اللي بتسبب نوع من الطاقة بيأثر على الطيارات والسفن ويخليها تغرق. أو مثلا إن منطقة مثلث برمودا ليها علاقة بكائنات فضائية بتخطف المراكب والطيارات لما بيعدوا فيها. وفي تفسيرات تانية طبيعية ممكن تكون هي اللي بتخلي المراكب والطيارات دي تغرق وتختفي، زي مثلا أخطاء وأعطال في البوصلة، أعمال تخريب متعمدة زي الحرب أو القرصنة، أخطاء بشرية، العواصف الاستوائية والأمواج المدمرة، أو هيدرات الميثان. وده إحدى أشكال الغاز الطبيعي، لأن التجارب أثبتت إن فقاعات الميثان ممكن تغرق مركب بسهولة لأنها بتعمل على خفض كثافة المية. وكانت أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقرير بيفيد إن في قاع البحار والمحيطات خصوصا بالقرب من منطقة مثلث برمودا موجود تجميعات لهيدرات الميثان. في النهاية بنلاقي إن في معلومات كتير فعلا ناقصة وغير مؤكدة عن منطقة مثلث برمودا والحوادث اللي بتحصل فيها، بس وجود إحصائيات من أكتر من 40 سنة بيؤكد عدم وجود حالات اختفاء غريبة أو غير طبيعية في المنطقة دي، بيخلينا نميل لاحتمال إن فعلا الموضوع كله أسطورة صنعها الكتاب والصحافة. قولولنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.